من سنين كتار وأنا معتمدة تتبيلة للدجاج المشوي. بتحسوا حالكم عم تاكلوا الدجاج المشوي من المطاعم. النكهة ولا أروع من هيك ولا أطيب من هيك. حبيت شارك معكم الوصفة. يلا معي خلينا نحضر الوصفة سوا. بوعاء رح أضيف ربع كوب من الخل الأبيض، عليهم عصير ليمونة كبيرة. رح أضيف ربع كوب من زيت الزيتون، ورح أضيف البهارات. رح أضيف نصف معلقة من كل من الملح والفلفل الأسود، بودرة الثوم والبابريكا الحلوة، ممكن تحطوا حدة. ورح أضيف كم حبة هيل ورق غار، ورح أضيف معلقتين من اللبن الزبادي اللي هو اللبن الرايب. رح أخلط كتير منيح، وهيك بتصير عندي التتبيلة جاهزة. طبعا عندي دجاجة أنا مغسلتها ومنظفتها كتير منيح، وهلأ رح أبتدي أضيف التتبيلة على الدجاج وأدعكها كتير منيح لحتى تتغرق الدجاجة بالتتبيلة. هذا السرنج يلي ظاهر معنا بالفيديو خاص بالدجاج. طبعا هون أنا كتير زعلت وأنا عم بخش الدجاجة بالتتبيلة، حسيت حالي عفوا طبيب جراح ونازلة شك إبر يعني. بصراحة ما بعرف، هيك زعلت كتير وأنا عم بعمل هي الحركة. وبنفس الوقت لاحظت كمية الغش يلي العالم لما بتبيع الدجاج، أنا هيك سمعت إنه بيحقنوها بمي لحتى تكبر معهم الدجاجة، وما صدقت إلا لحتى بصراحة شفت بعيني. المهم خلصت العملية الجراحية، بعدين قطعت ليمونة وحطيتها على الدجاج وفركتها بالدجاجة طبعا. ويفضل إنه ننقع الدجاجة ليلة كاملة لحتى نحصل على التتبيلة والنكهة اللذيذة. هلأ هون في عندي أنا ستاند، هذا كمان اشتريته أونلاين. بتقدروا تستغنوا عنه. أنا كنت زمان كتير قبل ما أشوف هذا الستاند كنت أشوي الدجاجة بالقنينة، قنينة إزاز وعبيها مي وبتفي بالغرض، لكن هذا هون حسيته أأمن يعني. هلأ الدجاجة عندي تاني يوم، أنا نقعتها قبل بيوم وحطيتها على الستاند الخاص بالدجاج، وبعدين حطيتها بصينية تانية غمرتها بشوي من المي. طبعا المي ما بدي إياها أنا تلامس الدجاجة. بعدين حطيت شوية ورق غار وشوي من حب الهيل. وهلأ لدهن الدجاجة رح أحتاج لعصير ليمونة وسط. عندي شوي من الملح، شوي من الفلفل الأسود، وشوي من البابريكا، وتقريبا 3 معالق من زيت الزيتون. خلطتهم كتير منيح، وهلأ رح أبتدي دهن الدجاجة بالكامل. طبعا هاي كتير خطوة حلوة. أول إشي بتعطيكم للدجاج نكهة حموضة، وبنفس الوقت بتعطي الحمار يلي بتتحمر بالفرن. يعني هي التتبيلة الثانية يلي بدنا ندهن فيها الدجاجة كتير ضرورية لحتى تحصلوا على اللون الرائع للدجاج والطبقة المقرمشة. يعني بمعنى شغلت الفرن درجة الحرارة على 350 ودخلت على فرن حامي مسبقا. أخذت معي بالضبط ساعتين، وكانت عندي الدجاجة من أروع ما يكون ومستوية. جربوا هي التتبيلة رح تعجبكم، وأنا متأكدة تماما الطعم غرام. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك سبسكرايب وشير، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.